من قلب القاهرة على راديو مصر، ولسه معنا في الاستوديو المهندس وليد حجاج، خبير وباحث في أمن المعلومات والملقب إعلاميا بصائد الهاكرز. برحب بيك مرة تانية يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طبعا احنا لسه بنتكلم عن يعني أمن المعلومات، وإزاي إن أنا أقدر أحمي معلوماتي وأقدر أحمي حساباتي اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وأحمي نفسي من جهازي اللي بيكون معايا وأنا ماشي أو يعني في حياتي اليومية، مش بس استخدامي أو خلال استخدامي. احنا قلنا ان انا ممكن وانا بفكر زي ما حضرتك اشرت الاجهزه دي او الاماكن دي او الهاكر يعرف انا، او المواقع من غير هاكر يعني يقدر انا مثلا ببحث عن حاجه معينه، منتج معين، او ان انا مكان معين، فندق معين، ويبدا يتعامل معايا، اعمل سيرش. كمان قلنا ممكن وانا بتكلم، يعني انا سالت حضرتك انا ممكن بتكلم مع واحد صاحبي عن حاجه وفاجئ ان جاي لي عنها اعلانات. ازاي؟ بص، هو بيحصل ده باكتر من طريقه. م. ال ال الحاجات اللي بيستخدمها الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي معقده جدا وكتيره جدا. صعب اننا نفصصها واحده واحده، ولكن هبسطها. هحاول ابسطها على قد ما اقدر في ابسط صورها. اللي هو لما حضرتك بتيجي تاخد صوره ببعض انواع التليفونات، مش في صور فوتوز بتتاخد اسمها لايف فوتو، تبقى الصوره لقطه ولكن معاها ثانيتين 3 فيديو. ده اللي بيحصل بالظبط على الفيسبوك، وحضرتك تقدر تاكد من الكلام ده لو عملت سيرش على جوجل وقلت له فيسبوك ريكوردينج فويس، يعني الفيسبوك بيسجل الصوت. حضرتك النهارده جرب كاختبار، لما تروح افتح الفيسبوك، حاول تكتب منشور صباح الفل يا رجاله، اي كلام، اكتب اي كلام، اي بوست. وانت بتكتب البوست ده قول بصوتك ببقك كده بصوت عالي: جعان، ساندويتش، اسكندريه، وانا بكتب كرة قدم، كلمات مختلفة ملهاش علاقة ببعض، سمك، أي كلام ملوش علاقة ببعض، كلمات منفصلة مش جملة، كلمات منفصلة. وفي حين إنك بتكتب البوست صباح الخير يا رجالة، اللي هي بيسموها الكلمات المفتاحيه، كلمات كأنك بتسيرش على كلمات. تمام. هتلاقي في كلمة منهم الفيسبوك لقطها وبدأ يجيب لك إعلانات عنها لأنه سمعها وانت بتقولها بصوتك. وانت بتستخدم الفيسبوك وانت بتكتب البوست، فوانت بتكتب البوست او بتستخدم السوشيال ميديا او بتستخدم التليفون، بياخد بعض الاصوات من الحاجات اللي حواليك، لدرجة ان في احد الافكار المطروحة واللي بيتم دراستها حاليا ان يبقى برامج التلفزيون اللي بيتم اذاعتها، ان التلفزيون يبث نوع من انواع الشفرة، انا هقولها بابسط المسميات يعني، تمام. اللي التليفون الموبايل يقدر يستشعرها. الشفرة دي تتضمن اسم البرنامج، المعد، المصور، المخرج، ميعاده، نوعه، كوميدي، فيلم، ايا كان ايه هو، فيقوم التليفون يعرف اهتماماتك اللي انت بتتفرج عليها على التلفزيون. ده التكنولوجيا اللي عايزين يعملوها في اللي جاي، تمام. بحيث ان بعد كده التليفون هيبقى عارف ان مثلا انت بتحب ماتشات الاهلي والزمالك، فهو عارف انك على طول قاعد بتتفرج على الماتش لانه في شفره بتيجي من البرنامج وهو شغال للتليفون، حاجه زي البلوتوث كده او شفره كده ما بينهم، نوع معين من الاتصال. فيقدر من خلالها بعد كده التليفون يقول لك خلي بالك في ماتش اليوم الفلاني في البطوله الفلانيه الساعه كذا على القناه كذا، لوحده، لانه عرف يعني من المحيط. دي تكنولوجيا جايه. اللي انا عايز اقوله ان هو برامج التواصل الاجتماعي كلها دون استثناء بتذاكر وبتجمع اكبر قدر من المحتوى، سواء من صوت سواء من حاجات انت بتستخدمها. بس هو مش بيسجل المكالمه او يعني واحنا قاعدين كده مش بيسجل، ولكن لا، هو بياخد كلمات عشوائيه زي فلاشات كده. تمام، بياخد كلمات كده. سمعنا واحنا بنتكلم دلوقتي مثلا وبقول سمك، من ضمن الكلمات اللي قلتها لقط كلمه سمك، خلاص هيطلع لك اعلانات عن مطاعم سمك وجمبري وكلام زي كده. بنتكلم واحنا قاعدين النهارده قلنا كلمه موبايل قلناها كتير، فيطلع وانا ماشي يجيب لي اعلانات موبايل. ممكن اجي اقول لك على فكره، ده انا بعزل وبدور على شركه تنقل العفش، اروح الاقي بعد بربع ساعه ونص ساعه نقل عفش، حاجات شركات نقل عفش كلها. طب هو عارف منين ده؟ كمان وانا بفكر يعني من غير ما نكتب، لان هو متوقع. مش حضرتك في بعض الاحوال كده ساعات تيجي تقول للمدام انا عايزك في موضوع، تقول لك انت هتقول لي كذا كذا كذا، هي عرفت انك هتقول الموضوع الفلاني. او انت حد يجي يكلمك في موضوع تقول له انا عارف انت هتتكلم عن الموضوع الفلاني، انت عرفت منين؟ بناء على مواقف وسلوك وخبرات ومعلومات قدرت توصل بنسبه كبيره ان هو هيتكلم في الموضوع ده، وتجارب سابقه يقول لك حلوه احنا قوي. عشره يعني ده احنا بني ادمين، ما بالك الكمبيوتر بقى. الكمبيوتر مجمع عنك معلومات قد ايه، فهو بيقدر يحدد ويعرف ويتوقع انت هتعمل ايه. وطبعا انت بتعدي عليك وما بتاخدش بالك لو هو توقع حاجه ما جاتش معاك صح، لكن لو الحاجه جت صح تتخض. لدرجه ان في ناس مثلا على سبيل المثال بيسافر كتير دوله معينه، وكل مره معاه اللابتوب بتاعه، فمره منهم اللابتوب بطاريته بايظه، فجاب لابتوب جديد وقال لما اسافر ابقى انقل الداتا من هنا لهنا، راح بالاثنين لابتوب حطهم في فندق، نزل اتمشى، فكر انه عايز يشتري شنطه بتشيل 2 لابتوب، رجع بيفتح الفيسبوك لقى الفيسبوك بيقترح عليه
ان انت تشتري شنطه بتشيل 2 لابتوب واعلانات ليه؟ عرف منين؟ احد الحاجات في الموقف اللي زي ده مثلا، ده مش دراسه سلوك، ده هو عارف ان الاكونت بتاع الفيسبوك ده كل مره بيجي الدوله دي بالجهاز ده اللي موديله كذا، المره دي الاكونت اتعمل لوجن من جهاز تاني مع الجهاز بتاعه، الاثنين فتحوا فيسبوك. تمام. يبقى ده جايب جهاز تاني جديد، يبقى يعني اكيد معاه محتاج جهازين. شنطه يشيل 2 لابتوب. تسلسل منطقي. فين هنا يا فندم بيكون في تعاقدات ما بين الاماكن اللي هي هتستفيد طبعا من المعلومه طبعا. وما بين الاماكن اللي بتجمع المعلومه. طبعا الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ما بتبيعش المعلومات، لكن بتبيع حق استغلالها. يعني ايه؟ تمام. يعني انا مش اصلا انا الفيسبوك لو باع لحضرتك كمعلن البيانات بتاعته هيعيش على ايه بعد كده؟ يشتغل ازاي؟ لا هو يقول لك تعالى اعلن عندي وانا هعمل لك اللي انت عايزه بالبيانات، فيقول لك انت عايز تستهدف فئه ايه، منطقه ايه، سن ايه، يبتدي ياخد منك البيانات وهو يعمل لك الاعلان بالبيانات والداتا اللي عنده ويظهرها للناس اللي هي محتاجه تشوف الكلام ده. عشان كده احيانا وانت فإعلانك- بتعمل اكونت يقول لك السن بتاعك سنك كذا، فغير كده اعلانك انت كراجل معلن حقق نتائج، ما انت هتجيله تاني عشان رحت للمستهدف بالظبط، مباشرة. لان هو كمان ودهولك للشخص اللي محتاج الحاجه بتاعتك من خلال قاعده البيانات اللي موجوده عنده والداتابيز اللي عنده. ده اللي بيحصل مع كل طيب، المواقع اللي بتعمل حاجه برضو موجوده في التكنولوجيا اللي بنتكلم عنها النهارده، واللوكيشن او الموقع. ان انا اكون في الموبايل بتاعي دلوقتي وانا اهو فاتحه، انا عامل يعني فاتح الموقع، فاتح الجي بي اس اللوكيشن او الجي بي اس يقدر يعرف انا فين. تمام. دي برضو ممكن يتم استغلالها. التليجرام عامل دوشه بالقصه دي اليومين الحاليين اللي احنا فيهم دول، بقاله يومين او 3، انه عمل تحديث جديد بيتيح للاشخاص ان لو حضرتك مثلا قاعد في كافيتيريا وحضرتك شخصيه عامه وحد معروف وعندك تليجرام منزله وفاتح عليه اللوكيشن وانا قاعد، يقول ان حضرتك موجود جنبي من غير ما ابقى معايا رقم تليفونك، لمجرد ان حضرتك عندك تليجرام وانا عندي تليجرام. طب الخطوره في ايه في كده؟ الخطوره ان حضرتك لو شخصيه عامه هيتم استهدافك. الخطوره ان انا كمان عاملين حاجه تانية في التليجرام برضو في التحديث الجديد، انك تقدر تخفي رقم التليفون. يعني انا مثلا حضرتك مش انا هتقعد في مكان وهتعمل التليجرام بتاعك وتسميه وليد حجاج وهتخفي رقم التليفون، مين اللي يقول ان اللي قاعد ده وليد حجاج ولا مش هو؟ ما حضرتك قاعد مكاني كأن انت انا والناس شايفه ان في وليد حجاج في المكان ده. طب ايه اللي يمنع ان حضرتك تعمل تشات مع الناس وتتكلم معاها على انك وليد حجاج وتعمل لي مشكله، او تسمي نفسك باسم مذيعه مش باسم وليد حجاج وتكلم حد على انك الشخصيه المعروفه الفلانيه كواحده مش كواحد؟ هتعمل مشاكل لناس كتير. السوشيال ميديا على قد ما هي بتحاول تجذب الناس للمنصات بتاعتها عشان الدعايه والاعلان والتسويق، على قد ما هي الانسان المصري ومش المصري، الانسان عامه، الانسان في اي حته في اي حته في العالم بيدور على المكسب. فبيعمل ايه؟ اوظف دي ازاي؟ ولو حد بقى فكره مش تمام او يعني عنده انحراف سلوكي معين يقول لك طب ازاي اجيب منها فلوس؟ ما ننصب على مين؟ طبعا استخدمها مع فلان اعمل بيها ايه؟ اجيب فلوس بالظبط. فالموضوع ده على قد ما بص يا فندم، التكنولوجيا زيها زي اي حاجه في الدنيا، سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. العربيه بتعمل حادثه وبتوصلك، الطياره بتعمل حادثه وبتوصلك، كل حاجه فيها كويس وفيها الوحش، السكينه بتعمل حاجات كويسه وحاجات وحشه. تمام. فبالتالي انا لو بستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ او بوظفها بشكل خاطئ فحقق منها حاجات غير شرعيه بطرق غير شرعيه، هضر نفسي واضر الناس، كده ما بقتش بتخدم البشريه. ممكن تكون شرعيه زي ما كنا لسه بنتكلم بره دلوقتي في الموضوع، ان انا من خلال اللوكيشن الموقع حضرتك قلت لي ممكن جوجل يطلع يقول لي والله اقرب طريق لبيتك كذا. لا ده ممكن حضرتك تيجي تنزل تركب العربيه يقول لك وانت ما قلتلوش انت رايح فين، انت مخلص شغلك، يقول لك على فكره بينك وبين البيت دلوقتي ساعه وربع. طب هو عارف منين انا اصلا مروح؟ توقيت بمنتهى دقه. لا وعارف منين اصلا انا مروح؟ ما يمكن انا رايح اقابل ناس صحابي، لان هو مذاكر سلوكي وعنده خط سيري وتحركاتي وعارف ان انا في الميعاد ده يوميا بروح. ده هو كمان بيقدر يعرف مكان بيتك ومكان شغلك من غير ما تقول له، لانك يوميا او بشكل دوري في الوقت من الساعه 12 بالليل ل 7 الصبح انت موجود في المكان ده. فيبقى اكيد المكان بيعملوا نوع من تحليل بيانات والدراسه. هو ده اول كلمه. كام ساعه وكام ساعه؟ نرجع كده ساعه ونص من بدايه حلقتنا، قلت لحضرتك ايه؟ السوشيال ميديا رصد وتحليل. فهو بيحلل البيانات وبيطلع منها بمعلومات ويقدر يعرف مكان بيتك ومكان شغلك وانت بتعمل ايه وبتحب ايه وبتكره ايه. طيب احيانا بيكون في مشكله ان انا افاجئ بحد يقول لي انت بعت لي رساله بتقول لي كذا مش وانا ما عملتش اي حاجه. في فيسبوك يقول لي والله انت ليك اكاونت على الفيسبوك ومنزل كذا، انت يا ابني كاتب ازاي تعمل حاجه زي كده وازاي تكتب؟ يعني من الاخر اكاونت مش بتاعي، فيك.
طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هو الاكونت ده اتعمل ليه؟ دي اهم. ما هو الأكاونت ده اكيد ممكن لهدف غير شرعي يعني. مش دايما، يعني في اهداف بتبقى شرعيه، في اهداف غير شرعيه، في اهداف ماديه، في اهداف سياسيه، في حسب. يعني لو حضرتك حد معروف وحد ليك وجهه نظر ما سياسيه، وانا عايز اطرح وجهه نظر معاكسه، فانا اعمل اكونت باسمك وانتحل صفتك واعمل بيه مشكله. او انا النهارده من الشباب الصغير اللي هي المهنه اللي بقت اليوتيوبر بقى والانفلونسر والبلوجر والفيلوجر والحاجات اللي احنا فاهمينها دي، والسوشيال ميديا اكونت مانجر والكلام ده، بيعمل ايه؟ يجي مثلا اكس، وليكن مثلا، مش انا بقول كمثال، بلاش نقول اسامي، اكس حد فلان مشهور، الفلاني، فلان الفلاني ده مشهور، واحد من المشاهير، حلو، واحد من المشاهير. اكسب ازاي منه فلوس؟ اروح انا اعمل صفحه، وطبعا انا بقول صفحه، في حاجه اسمها صفحه وفي حاجه اسمها حساب. الحساب اللي بيتعمل عليه اضافه صديق، الصفحه اللي بيتعمل عليها لايك او اعجاب. تمام. اللي هو ليها متابعين بالظبط. اعمل صفحه او حساب باسم الشخص الاكس المشهور، وابتدي انزل عليها كل ما هو كويس وحلو وجميل عن الشخص. الناس هتفتكر ان انا الشخص. ابتدي اعمل ايه؟ اجمع فولورز، واجمع متابعين، واجمع اصدقاء. الاكونت بقى عليه 100,000 200,000 300,000. ساعتها ابتدي ابيعه بعد ما افضي بقى الصور والحاجات اللي عليه، وابيعه لحد من الناس اللي بتشتري اكونتات سوشيال ميديا عليها متابعين. فانا كده هيشوفها وقتها مش هيشك ان ده مش بتاعه، ده بالظبط، لانها حاجات كويسه ما فيهاش اي اساءه، وفي عدد كبير من الفولور يعني، وما فيهاش اساءه، واخبار اب تو ديت يعني يوميا. كل ما الفنان ده او الشخص ده او المشهور ده يعمل حاجه انزلها كويسه. فانت مش هتتضايق كشخص صاحب الموضوع اصلا. يعني انت لو انت اكس اللي اتعمل لك الكلام ده، ما حدش هيقول لك ده في حاجه وحشه عنك، الناس تفتكر دي بتاعتك. ويبقى الراجل ده واحد من المعجبين وهيبيعها وياخد فيها فلوس. ده اسلم حل ممكن يحصل. الحل اللي مش كويس بقى، ان ممكن حد يتواصل مع الناس على انه انت بالزبط، ويطلب منهم فلوس على ان انت. هقول لك على موقف حصل فعلي حقيقي. احد برامج التوك شو المشهوره جدا في التلفزيون المصري اللي بتعرض حالات انسانيه، جه شخص عمل صفحه باسم البرنامج، وبدا يشتغل على الصفحه دي 6 أو 7 شهور، وينزل الحلقات وينزل اللينكات ويشتغل عليها وكانها صفحه البرنامج. وبعدين اول ما بقى عليها متابعين كتير، بدا يتواصل مع الناس خاص برايفت. تمام. الحلقه بتاعت امبارح يا جماعه اللي اتعرضت في حلقه امبارح احنا بنلم لها فلوس، لو حضرتك عايز تشارك ممكن تبعت لنا على رقم موبايل كذا تحول لنا فلوس بالخدمات الفلانيه. فانت كنت بتتفرج على حلقه امبارح ومتابع الصفحه وهو بيتكلم على حلقه اتذاعت في التلفزيون، والصفحه دي موجوده بقالها فتره. فاذا هو عارف ان انت كنت بتتابع امبارح، فانا هحس لا ده الموضوع مش مشكوك. ده انا بتكلم على واحده كان عندها احتياج لمبلغ 100,000 جنيه علشان عايز تعمل عمليه، وهو منزل لينك الحلقه وكاتب على الصفحه الحلقه وبتاعه، وكتب في الخاص بقى ما نزلهاش عام، في الخاص يبعت ل 20 واحد. لو ال 20 دول 2 منهم دفعوا فلوس زي الفل، وفي الاخر خالص تكتشف ان اتنصب عليك. مكسب بالنسبه لي. دي احد الافكار اللي بتنصب بيها، صفحات مزيفه. كمان ممكن انتحل صفتك عشان اشوه سمعتك، وما اكثر ده اللي بيحصل دلوقتي في الطلاقات بقى ما بين الناس. واحد عايز ياخد العيال من واحده بيطلقها، او زوجته اللي كان متجوزها، فيعمل لها صفحه عشان يشوه سمعتها، عشان يقول دي سيئه السمعه، عشان ياخد الاولاد. او واحده تعمل حاجه، القصص والحاجات دي. اذا يا فندم احنا بنتكلم هنا، مش هنتكلم عن الاكس من المشاهير، هنتكلم عن حد عادي كده زينا يعني. يتصرف ازاي؟ يعمل ايه عشان يلغي الصفحه دي؟ في طريقتين، ودول اسهل طريقتين. اول طريقه، لو انا عندي حساب على المنصه دي، اخش واقول ان الحساب ده بينتحل صفه حسابي، او بالانجليزي pretending to be me. دي اول حاجه انا اللي بعملها من جوه حسابي. افتح الصفحه بتاعت الشخص ده او الاكونت بتاع الشخص ده، واقول الحساب ده بينتحل صفه حسابي، وابلغ اصدقائي اللي انا موجود عندهم في الصداقه. يعني انا عند حضرتك في الصداقه، فبعد ما انت عملت الموقف ده وقلت الصفحه دي بتنتحل صفه حسابك، وليد بعد اذنك اعمل نفس الموضوع. اروح انا فاتح الصفحه المزيفه، الحساب المزيف، واقول له ده بينتحل صفه احد الاصدقاء. مين؟ اروح مطلع له اسم حضرتك من الاصدقاء. 3-4 بلاغات كافيين جدا انه يقفلوا حاجه زي كده. واذا هنا اداره الفيسبوك من مصلحتها انها تلغي الصفحه دي، لانها مش هتكسبها حاجه. بالظبط. ولو الفيسبوك قفش ان انت بتعمل حاجه غلط وقفل لك حسابك، وعملت حساب تاني هيقفلوا لك تاني، وعملت حساب تالت هيقفلوا لك تالت. خلاص بقيت معروف بالنسبه لي. لا غير كده كمان، الفيسبوك بيتعرف على الوجوه، مش بيقول لك ان الصوره دي ممكن تكون انت. بيعرف. تحصل يا فندم. طيب يطلع لك يقول لك ان مربع كده ده انت. أيوة. انت تقول له تاكد ولا ما تاكدش. ايوه. وبالتالي لو انت عملت حسابين، ممكن يعرفك كمان من سلوكك.
خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. في بعض الناس بيبقى عنده اكونت الناس عارفاه بيه، وعنده اكونت يعني بيلعب بديله بيه. تمام. باختصار وممكن يعني يعرف ان خلاص. باعتبار عارف صورتك ان لا، من غير ما الراجل ده- تحط على الاكونت التاني ده صورتك، مم. هتلاقيه فجأة كده في وقت من الأوقات بيقول لك الحسابين دول أنت مين فيهم، على الرغم إن في واحد ببياناتك الحقيقية وصورتك، وواحد ببيانات كلها وهمية. لا، او حتى على موضوع الصور، هو ممكن يشوف من خلال الصوره انت تتواجد فين، طب دي فيعرف صورة. ده برضه اتجاه ليك. هنقول دي سلوك. صورة، مم. لكن هو عرف منين؟ من حساب مزيف، لا عليه صورتي ولا عليه اسمي ولا عليه بياناتي ولا عليه أي حاجة. ازاي؟ يا إما من الجهاز اللي بتخش منه، يا إما من سلوكك. سلوك كل شخص على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة بصمة ما بتتكررش. لان الاي بي هو لا، ملناش علاقة بالاي بي، سلوكك. سلوكك لا، انت انا بتكلم كشخص. هو بيعرف لا، الاي بي إن مش أنت ثابت، الاي بي مش ثابت، دي قصه تانية. ولكن هو بيعرف من سلوك حضرتك، اهتماماتك، وقت شغلك على الانترنت صبح ولا ليل، نوعيه الحاجات اللي بتحبها. انت كل شخص يا فندم في عالم الانترنت ليه بصمه، ليه اي دي، زي الاي دي كده بتاع البطاقه. الاي دي كل واحد ليه اي دي مختلف ما بيتكررش، زي بصمه البني ادم كده، من اهتماماتك واللي بتحبه واللي بتكرهه، ووقت شغلك على الانترنت، ونوعيه الاجهزه اللي بتستخدمها، ونوعيه المواقع اللي بتفتحها، ونوعيه المتصفح اللي بتستخدمه. اسمها الديجيتال برنت او الديجيتال فينجر برنت او الفوت برنت. الحركات الفوت برنت اللي هي بصمه الرجل، يعني بصمات. فالديجيتال بقى البصمات الديجيتال بتاعتك اللي بتاعت السوشيال ميديا. فبالتالي اقدر اعرف، هيقول لك ده مين فيهم انت، فلازم تقول له انت مين فيهم عشان التاني هيتقفل. اللي انا عايز اقوله، اذا الاداره اداره الفيسبوك يعني هي مراقب، ولكن برضو بيكون في عندها القدره انها تتاكد، يعني ان هل في فيك، او لو انت نفسك عامل حساب او 2 حساب لازم هتخيرك من واحد فيهم. بالظبط، لو هي اكتشفت من سلوكك ان انت عندك حسابين.